هاي سلام، معكم شيماء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لاير كيك غير مكلف في المتناول، تحضروه العائله ديالكم، للضيوف وحتى للناس اللي بغاو يطلقوا يديهم شويه، لانه غير بالشونتيي ما غيكونوا فيه لا المنكهات لا ملونات، الكريمات اللي تيكونوا شويه مكلفين ما غاديش نشاركهم معكم في هذا الفيديو. غادي نشوفوا الطبقات كيفاش يجوني متناسقين ومذاق اكثر من رائع. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو مباشره لطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي الكيك. خديت 4 البيضات متوسطين الحجم بحال غلط المطبخ، وغادي ناخذ الاناء اللي غادي نطرب فيه يكون ممسوح مزيان مزيان، مفيش حتى قطره ديال الماء. غندير فيه البيض ديال البيض هو الاول، وغنضيف عليه السكر. كنطرب مزيان مزيان باعلى سرعه. في الاول كنبداها ناقصه غير باش ما يتشتتش ليا الخليط، من بعد راني كنجهد على حدو وتنخليه يطرب. بالنسبه هاد الفيديو كامل راه ممكن تخدموه غير بالباتور ولا بالطراب الكهربائي، يعني اليدوي هذاك اللي كنطربوا بيدينا، ماشي ضروري تكون عندكم العجانه. هنا خصنا ولا بد نحصلوا على هذه النتيجه، يعني البيض ديالنا يكون داير البيك عاد نحبسوا، ولا بد وضروري. الا كان باقي شويه مطلوق راه ما غاديش يصدق معكم الكيك بنفس الطريقه بنفس النتيجه. صافي، من بعد غادي نهبط السرعه ديالي على المينيموم، وغادي نبدا نضيف الصفر ديال البيض واحد بواحد. عندي 4 غنضيفهم واحد بواحد حتى كنكمل الكميه. بالنسبه لهاد الكيك راه دائما كنشاركو معكم، راه سميتو بديل المولي كيك. غادي نتلقاوه في القناه بجوج بيضات، 4 البيضات، وحتى ب5 البيضات و6 ديال البيضات. كل مره كنشاركو معكم بكميه مختلفه باش هكا يكونوا عندكم الكميات كاملين. واللي ديجا شايف هاد الطريقه ديال المولي كيك وحفظها، صافي ممكن تدوزوها وتاخذوا المقادير غير في صندوق الوصف. بعد ما كملت الصفر ديال البيض غادي نضيف الزيت والحليب. انا كناخذهم كنديرهم في نفس الاناء، بغيتو ديروا كل واحد بوحدو اللي يعجبكم. المهم الكميه، عندي 4 المعالق كبار ديال الزيت و4 المعالق كبار ديال الحليب. كنضيفهم تدريجيا بحال كنطلع المايونيز، غير هكا خويط. والباتور ديالي كيطرب على درجه اللي هي مهيله حتى كنكمل هذيك الكميه. مباشرة هنا كيف كنكمل السوائل ديالي تنحبس الباتور وتنحيدو، ما كنبقاوش نعاودو نخدمو بيه، تنخدم غير بالفوي ولا بيدينا هكا. هنا القوام ديال الكيك كيبقى هكا عاقد، كيبقى طالع، واخا ضفنا عليه السوائل فخصو يبقى شويه عاقد، لان البيض طالع مزيان حتى ولا ميرانغ فيرمي. هنا مباشرة غادي نضيف النواشف اللي عندي فيهم 180 غرام ديال الدقيق الابيض مع 6 غرام ديال الخميره و4 غرام ديال الفانيلا. غربلتهم هكا في اناء وغادي نضيفهم تدريجيا. كنقسموا الخليط ديالنا على 3 ديال الدفعات. واكيد انا في هذه المرحله راه كندوي مع المبتدئات، يعني تنبغي انا تنجح معكم الحاجه الا شفتوها في فيديو طبقوها حرفيا وغادي تنجح معكم اكيد باذن الله. هنا كنخلط من التحت للفوق وتنضرب. هنا راه ما مسرعاش، علاش؟ لان مرانا تيجيوني اسئله في التعاليق، واخا تنقول لكم راني غير مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ما تتعرفوش واش الباطور راه كيضرب بالزربه ولا شويه وهكا. هادشي علاش في هذا الفيديو راني ما سرعتش نهائيا. هذا الشيء اللي كنحرك قدامكم هو اللي كنحركه، يعني ما قطعت الفيديو ما زربته. كنضيف الخليط ديال الطحين غير تدريجيا، ومني كنضيفو تندخلو في هذاك الخليط بلا ما كنخلطو عشوائيا، يعني نفس الاتجاه ومن التحت للفوق حتى كيختفي هذاك الكميه ديال الطحين اللي ضفت، وكنضيف الكميه اللي من وراها. ما كنبالغوش في الخفق وما كنخلطوش عشوائيا، يعني بحال الكيك العادي، ضروري كنخلطو من التحت للفوق وفي نفس الاتجاه. وهنا عندي اخر دفعه كنضيفها، نخلط بنفس الطريقه. من بعد غادي ناخذ واحد سباتول وتنجمع بها الجوانب، غير نتاكد واش عندي شويه ديال الطحين لتحت ولا بعد المرات كيهبط وما كيتهزوش لينا الفوي. فهنا ممكن تخدموا بهاد اليد ديال الباطور، ممكن تخدموا بالفوي عادي، الطراب اليدوي العادي. وبسباتولا غادي نجمع غير الجوانب، نتاكد ان ما عنديش طحين نهائيا. صافي، الخليط ديالي واجد. بالنسبه لهاد المرحله ما كنبداو في الكيك حتى كنكون الفران ديالنا شعلنا عليه باش يسخن ويكون المول ديالنا ديجا مقاد. الا كنتي كدهنيه بالزبده وشويه ديال وترشيه بشويه ديال الطحين فمزيان.
ما بغيتيش غديري بابي كويسون ولا ورق الطبخ، غادي تغلفي المول ديالك مزيان من الداخل وتخليه شويه عالي فين يلقى هذاك الكيك انه يطلع. والبابي كويسون راه كيعاون الكيك انه يطلع اكثر، يكون ديجا واجد من قبل، ماشي حتى نوجدوا الكيك عاد نبداو نقادو في المول باش الكيك ما تيخمرش لينا حتى هنا. يعني اون فوا نكملوا الخليط ديالنا تنديروه مباشره في المول وتندخلوه الفران. بالنسبه للقطر ديال المول راه 14 سنتيم، وبالنسبه الفرن كيكون مسخن على 175 درجه حتى ل 180 ماكسيموم، وغادي نخليه يطيب من 50 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه. كيف كنكمل 50 دقيقه تنشوف الكيك ديالي كنقلبه بواحد العويد، الا خرج ناشف راه واجد، خرج مازال شويه تنخليه حتى يكمل ساعه ديالو ما كاينش المشكل. هنا بالنسبه قبل ما ندخلو الفران كنخويه هكا شويه من الوسط باش ما كتجينيش هذيك القبه من بعد. وهاد لاستيوس راها ناجحه صراحه، اول مره غادي نجربها ولكن صدقات، فما تجينيش هذيك القبه عاليه بزاف، بحال تنسخر شويه الخليط للجوانب. وهنا الكيك ديالي من بعد ما طاب انا تنخليه 50 دقيقه ولقيته راه واجد هكا، كيجي اللون ديالو زوين ذهبي ومحمر واحد شويه ماشي بزاف، وتيكون واجد هو هذاك. بالنسبه لهذا الكيك راه كيف كيطيب اون فوا تنحلو عليه الفران تنجبدوه ونقدروا نخدموا به ديك الساعه. ما تيتفرتتش، ما فيش الكسور، ما تيهبطش، ما تنخافوش انه يهبط نهائيا. غير التزموا بكميه ديال الطحين اللي عطيتكم، والطريقه هي اهم حاجه في الوصفه. هنا غنديروا ليه قدامكم راه تشوفوا راه باقي سخون، عرفتوا راه اون فوا جبدته من الفران غادي نقلبوه باش نخليه يبرد جانبا. كنقلبوا هكا في الشبيكه باش ما تتبقاش، حتى الا كان واحد شويه ديال الكيك طالع من الفوق راه تيولي مسطح الا خليناه يبرد فوق من شبيكه مقلوب. هنا كنوريكم القطر ديالو والعلو ديالو، فيه 11 سنتيم في العلو و13 سنتيم في العرض، مع الكريمه وهذاك الليساج اللي غنليسيوه من بعد راه تيرجع ل 14 سنتيم. فضروري سنتيم ديال الفرق بين المول والكيك. هنا الكيك ديالي خليته ساعتين ديال المكانه، تقدروا تخليوه يبات، تقدروا تخليوه حتى يبرد مزيان وتغلفوه بالفيلم اليمونتير وتخبيوه في الثلاجه شحال ما بغيتو. في المجمد راه تيبقى حتى لشهر، وخا ما كنصحش بالكيك يكون مجمد، يعني خدموا به طريت يكون احسن. وهذا مكان انا غادي نقطعوه هكا، السمك ديالو تيكون تقريبا سنتيم ونص حتى 2 ديال لي سنتيم على حسب واش كتبغيو الكيك غليظ ولا يكون رقيق. انا تنفضل انه يكون قدو قد الطبقه ديال الحشو ديال الكريمه، فكنديرو على هاد السمك. تنوريكم هنايا الكيك ديالي كيفاش تيخرج، ما فيهش فراغات، ما فيهش، صراحه تيجي زوين بزاف هاد الكيك. هنا غادي نقطعو، راه خرج ليا 6 ديال القطع بهذيك القطعه الاخيره اللي غالبا تتكون قبه وما تنخدموش بها، انا حتى هي غادي نخدم بها لانها كتولي مسطحه فاش كنخليوه يبرد على الكيك وهو مقلوب. هنا غادي ندوزو لتحضير الكريمه اللي غادي نحتاج فيها 100 غرام ديال بودغ شونتيي مع 100 مليلتر ديال الحليب يكون بارد مزيان. هنا بالنسبه للشونتيي راه تنغربلو، في الاول درتو نيشان من الكاس ومن بعد راني نفس الكاس خديتو هزيتو درتو في الصفايه ولا في الغربال، ضروري نغربلوه باش ما يكونش فيه ديك الحبيبات. وغادي نضيف عليه 100 مليلتر ديال الحليب يكون بارد. هنا الحشو ضروري الحليب يكون بارد مزيان. انا الا لاحظتوا راه كانوا فيه واحد القطع ديال الثلج، يعني راه بارد مزيان باش كطلع ليا الكريمه وكتجيني عاقده. غادي نطربها حتى كتطلع مزيان. عاد كنضيف عليها الشوكولا. هنا عندي شكلاط 73% ديال الكاكاو. بالنسبه للشكلاط اون فوا تنسمعوا كيك اقتصادي ولا في المتناول ولا غير مكلف تنقولوا باننا غنخدموا بديل الشوكولا، وانا ضد هذه الفكره نهائيا. غادي ناكل الحلوى بقاله ولا بديل الشوكولا، نخدمها غير بموس شوكولا وغتجيني بنينه وتقدر تكون كاع اقل من التكلفه ديال الغاناش اللي هو بديل الشكلاط. هنا عندي الكميه غير 100 غرام ديال الشكلاط، لانني عندي شكلاط 73%، كان عندكم شكلاط ديال 55%. وبالنسبه للفرق في الثمن راه 5 دراهم في الكيلو، يعني الا خديتي 100 غرام راه غتجيك 10 ريال ولا درهم ديال الفرق، ما كايناش. دونك غتاخذوا من الاحسن خذوا 73% 100 غرام، ما كانش متوفر عندكم غتاخذوا 150 غرام من 55%. يعني من الشوكولات فيه 55% غادي ناخذوا 150 غرام ديال الشوكولات. هنا دوبته مزيان في حمام مريم، ومن بعد مهم بزاف انكم تخليوه حتى يبرد،
يبرد تماما. هنا في هذه المرحله غادي نعطيكم واحد الراي ديالي. الا كنتو غتخدموه للكليان ولا غادي ديبلاص يعني تخدميه وديه معاك لشي بلاصه ولا عند شي حد، فضروري انك تزيدي في الشكلاط اون فوا يذوب غتزيدي فيه ورقه ونص ديال الجيلاتين في هذه الكميه اللي عطيتك. ورقه ونص ديال الجيلاتين تتخلي لنا الكريمه شاده مزيان. هذه راها موس شوكولا ماشي غاناش، داكشي علاش غادي نديرو فيها ورقه ونص ديال الجيلاتين. انا ما درتهاش لانني غادي نخدم بها ديك الساعه واخا. دونك هنا ما درتش الجيلاتين نهائيا، انا ذوبت غير الشكلاط خليته حتى برد مزيان وضفتو الكريمه اللي ديجا طالعه هكاك مزيان حتى دارت لو بيك ديالها وعقادات. عاد ضفت عليها الشكلاط. فاش كنزيدو الشكلاط ما تنطربوش بزاف، غير تنخلطو حتى ينسجموا المكونات صافي تنحبسو، ما تطربوش بزاف باش ما تهبطش لكم الكريمه. هنا غادي نبداو في المونتاج. السيرو ديالي واجد. بالنسبه للسيرو تنحتاج فيه كاس ديال الماء، كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء. انا كندير النكهه ديال النوازيت، بغيتو ديروا اي نكهه مثلا الفانيلا ولا النكهه ديال النوغا، كاينين بزاف ديال النكهات ممكن. حتى النوازيت كيجي زوين بزاف مع الكيك، خصوصا الا كان الكيك ديال الفاني. درت اول طبقه ديال الكيك وسقيتها بالسيرو. بالنسبه للسقيه انا غادي نوريكم الكميه اللي تنسقي بها. فهاد الكيك كيتحمل يعني اننا نسقيوه، ما كاينش المشكل نهائيا الا كنتو كتبغيو الكيك ما يكونش ناشف. غادي ندير اول طبقه ديال موس الشوكولا، وهنا كنوريكم الكميه اللي تنسقي بها لان غالبا تيكون داخل في السيرسو فما تتشوفوش. بالنسبه لهاد البلاستيك اللي تتشوفوه من الجناب دايره راه تدير 10 ديال الدراهم، تتكون شويه طويله يعني ممكن تخدموا بها وتعاودوا. ما تتخسر، ماشي جيتابل يعني تغسلوها وتعاودوا تخدموا بها. كدي لكم مده طويله وفي نفس الوقت راه تتكون كبيره. يعني انا غير كنجمعها في الكيك ديالي، يعني ممكن تخدموا بها الكيك حتى ل 25 سنتيم ودايره 10 ديال الدراهم، يعني ما فيها باس تشريوها وتخليوها عندكم. هنا بالنسبه للكريمه بيضاء غادي تلقاوها في صندوق الوصف ولا غادي تلقاوها في الفيديو اللي قبل. انا ما شاركتش معكم لانني ما خدمتهاش دابا، راه بقات ليا من الكيك اللي قبل وراه شفتوا معايا كيفاش درت 2 ديال لي بوش وواحد خليته هكاك مسدود في المجمد راه تيبقى مزيان حتى احتاجيته وجبدته خدمت به. هذه كفكره الا بقات لكم الكريمه شنو ديروا بها، خليوها حتى تحتاجوها ما كاينش المشكل تبقى في المجمد. هنا طلعت بالطبقات، وحده موس شوكولا ووحده شونتيي حتى كملت الطبقات ديالي اللي عندي 6 ديال الطبقات ديال الكيك. وغادي ندير معاهم اخر طبقه تنسقيوها جانبا عاد كنسدو بها المونتاج ديالنا. هنا كملت المونتاج ديالي. درت الحلوى، درت الكاطو كامل في المجمد. الا كنتم مزروبين به، ما كنتوش بغيتو تخليوه راه ممكن تخليوه غير في الثلاجه ما كاينش المشكل. هو من الاحسن يبات في الفريغو ليله كامله. انا هنا راني وجدت مونطيتها في الصباح بكري ودابا او في الليل غادي نوجدها، غادي نليسيها ونديكوريها ونحطها ديك الساعه. حتى جيت هنايا باش غادي نليسي عندي 100 غرام ديال الشونتيي مع 100 غرام ديال الحليب. هنا في الليساج كنحتاجو الحليب يكون في حراره المطبخ ما يكونش بارد نهائيا باش كيليسي لنا مزيان، ماشي من بعد كتطلق لينا الكريمه. دونك غنديروه في حراره المطبخ. كنطلع الكريمه ديالي مزيان حتى كتطلع كيف ما تشوفوا عاقده غادي نليسي بها وغادي نشوفوا معايا كيفاش غادي ندير من بعد التدرجات ديال الشوكولا. هنا من بعد ما طلعت الكريمه مزيان كنليسيها كنديغازيها هكا بالسباتول، يعني تنخدمها مزيان مزيان بالسباتول حتى كنخرج منها هذوك الفقاعات ديال البرد ولا داك الهواء اللي دخلنا ليها باش ما تيبقاوش لينا هذوك الفقاعات فاش كنكونوا كنليسيو نحصلوا على كريمه اللي هي ملسه. هنا انا كيعجبني بزاف نضيف الماسكربون في الشونتيي فني كنبغي ليسي بالشونتيي تيعطي قوام زوين، ولكن حتى بالشونتيي راه تجي نتيجه زوينه وايضا ليساج زوين يعني كيجي ما فيهش العيوب بزاف.
فقط الشونتيي يكون هكا عاقد عاده باش نخدموه مزيان بسباتول باش نخرجوا منه هذوك لي بولدار. وهنا الكيك ديالي من بعد ما جبدته من الفريغو كيف ما قلت لكم خليته نهار كامل فجامد شاد راسو مزيان، غادي نحيدو نديموليه قدامكم ومباشره غادي نليسيه بالشونتيي. هنا الكيك ديالي راه فيه 20 سنتيم في العلو، راه قدو قد الرودويد والرودويد راه فيه 20 سنتيم، داكشي علاش بلا ما نعبروه راه باين انه فيه 20 سنتيم في العلو. انا هنا بغيت الكيك ديالي يجي عالي، الا كنتو غديروا هاد العلو وكنتو غديبلاصاو به كيف ما قلت لكم غتعطيوه كليان ولا غتديوه نتوما، فهو لابد ديك الورقه ونص ديال الجيلاتين في الموس شوكولا، وممكن حتى تزيدوا واحد دعامه الوسط هكا في الكاطو باش تخرجوها وانتوما مرتاحين ما تخافوش منها انها طيح نهائيا. هنا غادي ليسيها بالشونتيي كنبدا من الفوق. بالنسبه لليساج بغيت نطرق لكم لهاد النقطه، الا كنتو مبتدئه فما كاينش لاش تخدمي بكريم بوغ ولا الغاناش من البدايه، تعلمي ليساج بعدا في الشونتيي ولا شونتيي ماسكاربون، تقدري ديري غير جبلي في الشونتيي وتخدمي يعني جبن عادي كيف ما كان وتليسي مزيان، تبقاي تليسي وتعاودي تليسي وتعاودي حتى تلقي يديك. ممكن كاع في كيك يعني ماشي كيك حقيقي يكون ديال الفرشي وتعلمي فيه ليساج غير بالشونتيي، يعني 100 غرام ديال الشونتيي طلعيها غير بالماء وتعلميه وفي الاخر لوحيه، يعني ماشي ما يكونش غادي يتكل. ولا الا كنتي باغا تاكليها يعني تعلمي في شي حاجه اللي خدمتيها بيديك، فممكن غاتو بحال هكا راه غيكون احسن حاجه ولا احسن مثال تقدري تعلمي فيه وتلقي فيه يديك. ممكن ما تعليش حتى لهاد الدرجه، تقدري تخدمي غير بجوج بيضات، ديجا مشاركه معكم الجينواز ديال جوج بيضات، وتقسمي الكميه ديال الحشو اللي عطيتك في هذا الفيديو وتخدميها هو ميني كيك عندك مزيان اللي تليسيه وتلقي فيه يديك حتى تحصلي على احسن نتيجه. هنا راه ما قطعتش وما زربتش الفيديو نهائيا، بغيت نوريكم بان بسباتول تنبقاو ليسي ونعاودو بانوا لي فراغات كنعمرهم. واخر مرحله هو انني تناخذ هذاك الليساغ وتنديرو في الماء عادي ما من الروبيني، يعني كنفزقو عاد كنليسي به باش كيعطيني احسن نتيجه. من بعد هنايا باش نحصل على حواف حاده راه الفيديو شارح راسو، تناخذ سباتول اخرى وتنبقى ندخل هذيك الكريمه من الجناب وتنمسحها نمسحها في هذاك الكغاطوار ولا ليساغ حتى كنحصل على هاد النتيجه. الا بان لكم راه نتيجه بارفيت بالنسبه لزيرو ديفو راه ما كاينش، ما تبقاوش تقلبوا عليه، ولكن تحصلوا على نتيجه اللي نتوما بالنسبه لك في عينيك مرضيه يعني انت تعجبك. هنا بالنسبه للكميه اللي بقات ديال الشونتيي غادي نقسمها على جوج، وهي باش غادي نزين الكاطو ديالي. هنا الكميات اللي عطيتكم راهم مضبوطين، يعني حتى من الحشو راه ما بقات فيه حتى شي حاجه، يعني هذاك الموس شوكولا غادي يطلع لكم الكيك معبور بالحساب. بقى لكم منه ولا درتو كيك قصر من هذه راه ممكن هو اللي ديكوريو به بلا ما ديروا هذه المرحله اللي غندير دابا. المهم هذيك الكميه اللي بقات ليا ديال الشونتي قسمتها على جوج، الواحد فيهم غادي ندير فيه 30 غرام ديال شوكولا بالحليب، وواحد غندير فيه 30 غرام ديال الشوكولا نوار 73% باش كيعطيني اللون اللي هو ناصح بزاف. كان عندكم غير شوكولا واحد يعني خديتو كلشي شوكولا غيش شوكولا نوار، فممكن تاخذوا واحد الكميه تلونوا بها الكميه هذيك 30 غرام تلونوا بها الكميه الاولى، وهذيك الكميه غادي نتقسموها على جوج، النص ديالها تزيدوا عليه كميه ديال الشونتي، وغادي تحصلوا على تدرج في الالوان بلا ما تخدموا بشوكولا اخرى. انا خدمت هنايا بشوكولا اولي ديجا متوفره عندي، وما نقولش لكم المذاق ديالها انا كنحماقه لان من عشاق شوكولا بالحليب، رغم انني ما تنشاركهاش معكم، دائما تنخدم معكم بشوكولا نواغ لان الدار تيبغيوها مزيانه، لصحاب السكر مزيانه، زعما تتكون ناقصه في الحلاوه، داكشي علاش كنخدم بزاف بشوكولا نواغ. حتى الكليان ديالي كيبغي شوكولا نواغ وتيبغيها تكون باينه، يعني تكون غادا لديك المروره ديالها يعني 73% وماشي 55%. هذا علاش هنا كنخدم قدامكم راه شفتوا الليساج كيفاش يكون في الالوان. وهنا دوك الكميات اللي بقاو ليا في لي بوش غادي نديرهم في بوش اخر جديد نقي يكون خاوي وفيه لادوي ديالو يعني البوق ديالو الشكل اللي بغيتو. مشات ليا الهضره
المهم درت هذوك جوج ديال لي بوش اللي فيهم كريمات ملونه، درتهم في بوش اخر فيه الندوي اللي غتخرج ليا هاد الزواقه. كنجربوا دائما في شي حاجه هكا في بلا قدامنا حتى كنشوفوا ان الكريمات بجوج خرجوا، ما خرجاتش غير وحده، سينو كنعاودوا نقادوها صافي. ومباشره غادي ندير بها هكا دي غوزيت من الفوق. غادي ندير تزيين بسيط كيف ما قلت لكم. انا الهدف ديالي هو ان نخدم معكم الموس شوكولا ونخدم معكم اللاير كيك، تشوفوا كيفاش غادي يبقى واقف ويبقى مزيان غير بشويه ديال الشكلاط، يعني ماشي بديل الشوكولاته، وانما وماشي بالغاناش اللي كيكون مكلف بعض الاحيان، يعني ماشي كلشي تيقدر عليه. هنا كيك اللي نقدروا نفرحوا به الوليدات ديالنا ولا عائلاتنا، مناسبات، وحتى الكليان، ويكون بنين. يعني الكليان فاش غياكلوا راه ما عنده حتى شي علاقه ببديل الشكلاط، ولكن غادي يعجبو الشكلاط وغيعرف بانك خدامه ليه بشوكولا غيش وبتكلفه اللي هي قليله بزاف. وكما عودتكم تزيين بسيط غادي نشاركو معكم غير هكا. ندير فوق منه هابي بيرثداي الا كانت شي مناسبه، ولا وشميعه من الفوق نقدروا نكتبوا سميه حداها. نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج، بدعوا كيف ما بغيتو. تقدروا ديروه في الالوان في بلاصه هاد التدرج في الشوكولا، تقدروا ديروا شويه ديال الكولورون. وانا بما انني درتو هكا للدار، يعني غنكتب فيه حتى سميه ديال بابا حداه، فما درتش لي كولورون. فممكن ديروه بالغوز موف، بزاف ديال اللوينات كيجي زوين بزاف. انا خدمته غير بالشوكولا، وغادي نقطع معكم تشوفوه من الداخل كيفاش جا. لان اهم حاجه في اللاير كيك هو التقطيعه ديالها، يكونوا الطبقات مقادين كل حاجه في بلاصتها، حتى حاجه ما تدخل في حاجه. الكيك ما خصوش يبدا يتفرتت ويدخل لينا مع الكريمات ويبان داك المنظر اللي ما تيعجبش بزاف. خاصو اهم حاجه يبقاو الطبقات زوينين، كيبان لك هكاك مستف، لان العين تتاكل قبل من كل شيء. اهم حاجه هو ان الشوفه تعجبنا، وفاش ندوقوه نقولوا واو، ماشي نقولوا هادشي فيه غير الشوفه. ضروري حتى المذاق. هنا وصلت معكم نهايه ديال الفيديو. غنقول لكم دمتم في امان الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.